السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم إسلام سالم. أتمنى أن تعملوا شير ولايك وسبسكرايب بحيث أن تشجعوني أعمل فيديوهات. مفيش تشجيع خالص والله. هناخدكم دلوقتي وهنروح ورش النجارة في شرق أوروبا. ده طبعا منظر الورشة من بره البوابة زي ما انتم شايفين كده. في زي بانيو ومزروع فيه. هما بيحبوا الزرع جدا يعني. عامة هنا بتلاقيهم بيحبوا الزرع ويحبوا الحيوانات. وأي بيت بتدخله بتلاقي فيه شجر تفاح، جميع الفواكه يعني. ده من الورشة من بره، دي خشب متقطع. انا جايب لكم فكرة بس الناس عاوز تشوف الورش في اوروبا بتبقى عاملة ازاي، ورش النجارة بتاعه ما فيش اختلاف يعني، زي اي ورشة في العالم. ادي منظر خرافة. بيحبوا زراعة الورد جدا. هم شايفين ادي صور ورد اهي. سبحان الله. الورد ده عندهم حاجة لازم كل بيت او كل مكان يكون فيه زراعة ورد. حتى لو ما عندكش بيت كبير، لو انت قاعد في عمارة مثلا بيبقى فيه زي حدائق بره كده بيزرعوا فيها. اتفرجوا كده، بصوا المنظر. ده منظر البيت، الورشة جوه البيت. فأنا حبيت أصور لكم المكان من خارج الورشة من بره. ادي الشجر اهو اللي أنا بكلمكم عليه. وهنا عاملين قفص لسنجاب. ده سنجاب. السنجاب ده سبحان الله تبقى أنت ماشي في الشارع أصلا تشوفه على الشجر كده بيطلع وينزل. أهو بص السنجاب شكله عامل إزاي. فهم عاملين له قفص وحاطينه بيحطوا له بقى أكل، عين جمل، بندق، مش عارف إيه كده يعني. هو بيتغذى على المكسرات. فهو شافني يعني بيفهمني إن أنا عاوز آكل تمام. فنزلت له تحت. هو مستني ان انا احط له اكل، احط له حاجه يعني. عفوا. ما شاء الله شكله تحفه. هو بيعيش على الشجر اصلا. السنجاب ده عيشه كله على الشجر. يطلع على الشجر يتغذى بقى على الفواكه، المكسرات. ادي الدخله بتاعت الورشه اهي. وادي الكرسي ده انا بقعد عليه لما بشرب سيجاره. ممنوع حد يشرب سجاير اصلا جوه في مكان الشغل. فكنت بقعد على الكرسي ده واشرب السيجاره. وحاطين هنا كلب في صندوق. ده جيرمان. كلب الحراسه. نخش بقى الورشه من جوه. دي المكنه اللي انا كنت شغال عليها، مكان الكمبيوتر. وده البنك اللي انا كنت بشتغل عليه. كوبايه الشاي بتاعتي هي محطوطه والخشب. ورشة نجارة زي ورشة نجارة، كل حاجة موجودة فيها. أنا بعرف الناس برضه أنا كنت شغال في إيه وكده. وده مكان برضه تقطيع سن الأسلحة بتاعة التقطيع. أنا ما عمري ما اشتغلت نجار ولا كده، بس الحوجة إن الواحد لازم يشتغل أي حاجة. أنت في غربة بقى، مفيش شغل، مفيش أكل، مفيش شرب. عندك إيجار، عندك حاجات كتير لازم بتدفعها، مصاريف وي، فلازم تشتغل في أي حاجة. مفيش شغل هتموت. ده هنا برطمان عاملين له زي حنفية من تحت وحوض بيتملي ميه من فوق. ده المكان اللوكر اللي احنا بنغير فيه الملابس. كل عامل مثلا بيبقى ليه دولاب من ده، يحط بقى في الشاي السكر الحاجة بتاعته، الملابس مش عارف ايه كده يعني. تخش تغير تخرج. بس زي ما انتم شايفين اهو ده منظر الورشة من جوه. واتمنى بس تدعموني يا جماعة. انا عاوز انزل لكم فيديوهات كتير بس مش لاقي دعم والله. مفيش دعم ولا حد بيدعم ولا بيعلق ولا بيعمل كومنت ولا سبسكرايب. مفيش اي دعم. ودي القطة صاحبتي بقى، كل يوم اطلع اشرب السيجارة زي ما انتم شايفين على الكرسي اللي انا وريته لكم. تيجي لي تقعد تلعب معايا. شغالة نجارة برضه، هتلاقوا جسمها كله رايش اهي. بس قطة جميلة أوي حبوبة. بصوا شغالة مع نجارة، جسمها كله رايش. يحبوا القطط السودا أوي هنا. وألف شكر المشاهدة، وأتمنى منكم الدعم والتشجيع يا جماعة عشان أقدر أنزل فيديوهات. أنا ما بلاقيش تفاعل ولا بلاقي حاجة فما بنزلش فيديوهات. يعني عاوز تفاعل بعد إذنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.